بسم الله. موضوع فيديو النهارده هو تركايه مهمه جدا وحلوه جدا، ان انا انقل الحالات بتاعتي كلها بالفورم بتاعها من ميدت لميدت تاني. خلاص. الموضوع ده من غير ما اجي اعمل اوردر، او من غير ان انا اعمل اكسبورت للفايلات وادخلها على ميدت سوفت وير تاني. لا، انا باخد فايل زي فايل مضغوط كده اسمه دوت ميديتكس، وابتدي ان انا اخده بكل الكيسز دي كلها واعمل له امبورت في اي سوفت وير تاني ميدت، ويبتدي يرص الكيسز والحالات بتاعتي بالتسجيل بكل حاجه زي ما انا شايف. طيب بعمل الموضوع ده ازاي؟ عندي في السيتنج هنا لما بدخل عليها وابتدي اخش على حاجه اسمها كيس كونفرتنج تول، تمام. وابتدي من هنا ابتدي الاكسبورت فايل، دي الفايلات بتاعتي اللي انا محفوظه على الديفايس بتاعي او على الجهاز بتاعي وعملت ليها سكان. جيت مثلا انا عايز التو كيسز دول ان انا علمت عليهم كده الاثنين دول، بحيث ان انا مش هعمل اوردر كيس باي كيس، لا ده انا هعمل اوردر لاكتر من كيس واخدهم كلهم في فايل واحد. فانا اخترت الاثنين دول كده وسجلتهم ورحت مثلا مسمي الفايل اسمه كيمت. خلاص. طيب هيجي بقى يتحفظ عندي فين؟ على الديسكتوب. فانا كده خلاص انا عارف ان في فايل اسمه كيمت هيكون فيه الاثنين كيس دول. عملت له اكسبورت، هيبتدي ان هو يعمل ايه بقى؟ يضغطهم ويحفظهم على الديسكتوب عندي. طب لما يجي يحفظهم على الديسكتوب عندي هتلاقي فيه كيمت دوت ميديتكس، فهو ده الفايل بتاعي اللي انا هبتدي اعمل له امبورت بقى في الميديت سوفت وير تاني. خلاص. طب عايز اعمل له امبورت، بعمل له ازاي؟ بخش كده، تمام، وابتدي اخش على فايل اسمه كيمت وابتدي اعمل له اوبن. طيب اول ما هعمل له اوبن هنا هبتدي اوتوماتيك على طول يروح مفروض معايا هنا ويبقى موجود في الكيس بتاعتي ويتحفظ في الكيس بتاعتي. دي الاوبشن ده او الميزه دي بستخدمها لو انا مش هعمل اوردر كيس باي كيس، لا ده انا عايزهم كلهم مع بعض واخدهم في فايل واحد. فانا هعملهم بالكيس كونفرتنج تول وبعد كده ادخلهم عندي في السوفت وير بتاع الميديت التاني. التركايه دي حلوه جدا لما بكون ببعت حالات كتير مع بعض. يا رب يكون الموضوع بسيط ومفيد. كنت معكم مهندس احمد السيد من سلسله فيديوهات ميديت بالعربي. بالتوفيق يا رب.